السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كل متابعي أنور فلوج. اليوم جاتكم في فيديو جديد دائما وأبدا من قلب الحدث ومن دولة الحلم. حكم أني سبريميت هذاك لا فيديو الأخر لأن كان أخ من الإخوة ظهر في هذاك الفيديو وتواصل معايا وقال لي من فضلك أحذفه. أنا نكرر اعتذاري لهذا الأخ، وبالطبع أنا راني حذفته من كل حساباتي. المهم، الموضوع تاع اليوم هو ايضا خاص بالمستجدات الجديده للايماع. راه كاين بزاف الهضره والناس راهي تهضر ومنا، وكاين اللي يقول لك قال لي افوكا، وكاين اللي يقول لك قالوا لي في لشبونه، وواحد يقول لك قالوا لي في بورتو والى اخره. كاين حتى اللي يقول لك اتصلنا. لا يا اخوان، حاليا حتى كي تتصل بهم او كي تتصل بمؤسسه الايماع راح تقول لك عليك برك رانا نريقلو في السيستم تاعنا، او رانا نريقلو ايضا في السيت تاعنا، وراح نحطوا فيه كل المعلومات في الايام القريبه القادمه، وراح تكون متاحه للجميع وتقدر تعرف عليها اي حاجه باذن الله. هذه واحده. الحاجه الثانيه اللي هي قضيه الرونوفالمون. الناس اللي تحوس رونوفلي راهي ولات بريزونسيال عن طريق الايران. تقدر تحكم رونديفو، صح ماشي سهله باه تدخل، لان رانا قلنا راه الان راه الساف راه في اعاده هيكله، وراح سلم زمام الامور الى الايماع. فبطبيعه الحال راح يكون كاين شويه نوعا ما ثقل، او الناس مش راح تقدر تدخل بسهوله باه تقدر تحكم موعد للرونوفالمون او لتجديد الاقامه. حاجه اخرى ايضا ايجابيه لازم نضيفها، انا قلت ابتداء من 1 جانفي 2024 راهم 10 تاع لي بيرو راح يكونوا في متناول الجميع وفي خدمتكم، وراح يكونوا، هذا الشيء راني متاكد منه طبعا، راح يكونوا لي رونديفو موجودين على مدار العام، لان هذا هو اساس المشكل، وهذه والمشكله كامل راهي قائمه على لي رونديفو. لان الناس كتعاني من لي رونديفو، سواء الناس لي رونديفو تاع التكوين، او لي رونديفو تاع الروغرومون، او حتى لي رونديفو تاع الناس باه تبصم، او حتى تاع التجديد. فلذا لازم المشكله الاساسيه اللي هي انهم ينحوا المشكله هذه، وهذا المقرر عليه والمعلن عليه ان شاء الله راح يكونوا دائما موجودين على مدار السنه وعلى ومتاحين في متناول الجميع. طبعا هذه هي الايجابيات. والايجابيه الاخرى اللي نحب نضيفها لكم وناكدها لكم باذن الله، ان ما كان حتى هضره تقول ان الناس اللي داخلين لاوروبا بطريقه غير شرعيه مش راح نعطوهم، هذا الهضره غير اقلعوا، هذه ما كانش وما هضروش عليه. يقول لي واحد وفي 1 جون في 2024، نقول لك حتى لو كان هذا فهو ليس منطقي طبعا، يستحق احتجاجات ورفض قطعي من المهاجرين. علاه؟ لان ما هضروش وما حكاوش على هذا الامر، وقالوا ان السياسه راح تكون هي نفسها، يعني القوانين الموجوده اللي كان يتبعها الساف، او النهج اللي كان يتبعها الساف راح يكملوا عليه، ولكن مع بعض التحسينات اللي هي السرعه، اللي هي معالجه الملفات، اللي هي ان يكونوا المواعيد متوفرين على مدار السنه، وايضا المده سوف تقل باذن الله. لذا المهم، هذه هي اهم الاخبار. انا نشوف ان اهم حاجه هي خاوتنا اللي داخلين اوروبا بطريقه غير شرعيه. هذه عندي اهم حاجه، لان الامور الاخرى كنا تحدثنا عليها من قبل، والحمد لله يعني هي راهي في طريقها للتحقق باذن الله، وربي يوفق الجميع دائما وابدا. كان معكم اخوكم انور فلوج من قلب الحدث ومن دوله الحلم. نتمنى ان شاء الله ان اي انسان عنده اي سؤال او اي استفسار يجيني على الانستغرام تاعي هو انور فلوج. راني جاوبت العديد من الناس، يعني كل يوم ثاني نجاوب في العديد من الناس، والناس اللي ما جاوبتهمش نعتذر منهم ونقول لهم ان شاء الله راح يجي الدور تاعكم باذن الله، وربي يوفق الجميع. ودرك ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى اللقاء.